المزامير ترتيل بين داود النبي والملك بركاته على جميعنا. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول، وجعلوا مسامير في جسدي. فلا تهملني يا ربي وإلهي، ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي. اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي اقترعوا. تكلموا بشفاههم وحركوا رؤوسهم وقالوا: إن كان قد آمن واتكل على الرب فليخلصه ولينجيه، إن كان قد أراده. الليلويا. اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع أناجيلك المقدسة. الإنجيل فصل من بشارة معلمنا متى البشير، بركاته على جميعنا. حينئذ أخذ جند الوالي يسوع وأدخلوه إلى دار الولاية، وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وجعلوا في يمينه قصبة، وكانوا يجثون على ركبهم قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يبصقون في وجهه، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. فلما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه، وأخذوه ليصلب. وفيما هم خارجون وجدوا رجلا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى الموضع الذي يقال له الجلجثا، الذي هو موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بمر، فذاق ولم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وكتبوا قضيته فوق رأسه مكتوبتان هكذا: هذا
صلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره. وكان المجتازون يجدفون عليه ويحركون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل، يا ناقض هيكل الله وبنيه في 3 أيام، خلص نفسك إن كنت أنت هو ابن الله، فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يستهزئون به قائلين: خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. إن كان متكلا على الله فلينقذه الآن إن كان يريده، لأنه قال: أنا هو ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. ومن وقت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى وقت الساعة 9. المجد لله